وهنتكلم ليه ضروري ولازم ناخد الفيتامينز والمينرالز بتاعتنا مع جراحات السمنه. تاني سبب بالنسبه لنا العمليه نفسها، سواء كانت العمليه ريستركتيف يعني الغرض منها تقليل كميه الاكل اللي داخل، اننا عن طريق ان احنا بنشيل 80% من حجم المعده، واللي طبعا بيأثر على امتصاص بعض الفيتامينات. مش بس كده، تقليل حجم الوجبه وبالتالي تقليل كميه الاكل اللي داخل، ده طبعا مش بيكفي ابدا احتياجاتنا من الفيتامينات والمعادن زي عمليات التكميم او السليف. تاني نوع من انواع جراحات السمنه وهي الريستركتيف اند مال ابزوربتيف، ودي الفكره بتاعتها ان هي بتقلل حجم المعده سواء كانت الجاستريك باوتش او بتتعمل سليف في عمليات تحويل المسار المصغر او الكلاسيكي او الساسي، ومع تقليل مساحه الامتصاص كمان، فبالتالي بتاثر على الماكرو والمايكرو نيوترينز او المغذيات الكبرى والصغرى، وبالتالي هتاثر برضو على نسبه الفيتامينات والمعادن اللي داخلنا. وبالتالي احنا بنمشي على توصيات الجمعيه الاوروبيه لجراحات السمنه او الامريكان سوسايتي اوف ميتابوليك اند بارياتريك سيرجري، فبنديكوا كافه احتياجاتكم من الفيتامينات والمعادن بالنسبه لنا بالنسبه لكل عمليه معانا.